يلي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حي الشعب العظيم. اليوم بنتجول في سطح التيك توك لأنه عمق التيك توك يجيب صداع في البطن، وبرضه شفت بنتي سرقت اسمي في اليوتيوب، حنشوف هرجتها دي، حنقوم بيف يا ابويا. ما في مزح، تسوق اسمي مشاكل ليل نهار، ما في هدوء، ما في نوم، ما في حنشوف. بس قبلها خلونا نشوف عيال الحارة ايش سووا. كنت جالس اجول في التيك توك، فجأة شفت عيال الحارة سووا حساب، فقلت خلنا اشوف هرجتهم عشان لو جابوا العيد يتمردغوا وافضحهم زيادة، وما حد يدري مين انا. اما لو ما جابوا العيد برضه ححشهم. يعني ايش تتوقع؟ يعني حصفق لهم؟ يعني اسوي مقطع كامل عشان امدحهم؟ يعني لا والف لا، تجي عند كاي تصير كاي، كده النظام. ما عندي يمين يسار. ما راح اطول عليكم، لا تنسوا تصلوا على النبي وتدقوا زر اللايك وتفعلوا جرس التنبيهات ونخش في الدش. اول شيء خلينا نكتب اسمهم ايش ده؟ ايش الاسم ده؟ من بدايتها الاسم ده لو ابغى انطقه لازم قبلها دعاء السفر. حموده يكفي. ليش اسم ده ولا موال؟ خلينا نشوف ايش بينزلوا دول. يا ولد ما شاء الله عندهم مشاهدات كمان. خلينا اشوف، خلينا اشوف المقطع ده ايش بيسوي. والله نعيم الحمود. وين ده اسمه ايش؟ ايه؟ انت مو زراديه؟ كيف صار اسمه حموده ده؟ يهو يا عيال ايش فيه؟ شكلهم خشوا متنكرين. طيب ما راح افضحكم. كمل زراديه. والله نعيم الحمود. وين حلق ثنائيه ولا وين؟ ديشك ايش وده بيضحك كده؟ غير وجهه. ايش فيه؟ وجهه ايش بو؟ صدمات قول له. ركبوا له معجون. بل العيال يحسبوا التيك توك دكت عم قربه ولا ايش؟ بيصوروا محشات دول. في الحاجة لو العيال حطوا عليكم ما نقلت المحش بسرعة مشي حالك. يثبت عليك المحش إلا يوم الدين. تقول لي كيف نقول المحش ثاني؟ شوف زي زرادية، أول ما خويه حش وقف ثانية ونص نقل المحش على طول دغري على طول وعلى خويه الثاني، وخلاني نركز على محش وننسى المحش إلا انحش. والتكتيك ده ما يعرفوا إلا عيال الحارة. أول ما تنحش لا تزعل، دايركت انقل المحش وتنطفي الهرجة. أما تزعل يزيدوها عليك، ما يسكتوا ينبسطوا، كل ما تزعل يزيدوا كده النظام. العيال أول ما جا الهدد نقلوا من الحارة ضاعوا، حرفيا ضاعوا. بالنسبة لهم ده مو نقل من حي لحي أو من عشوائيات المخططات، لا هذا بالنسبة لهم السفر عبر الزمن، لأنه من جد كل شيء متغير. الناس، الشوارع، الثقافة، الأسعار، يا ولد كلنا ما نعرف إيش بيصير، لأن ما كنا نخرج من الحارة إلا نادرا، وإلا لما نجي نسوي أقوى فلة عندنا، ولا هي يا نمشي حديقة يا نمشي مول، نلبس لبس العيد نتجنتل أقوى جنتل عندنا بس عشان نروح نلفلف للمول. ما نشتري، نروح نلفلف بس ونرجع. هذه أقوى فلة كانت. يعني شوف زرادية، العيال دول شالوهم ودوهم ما أدري محل فخم، ما يعرف إيش بيسوي. شوف إيش بيقول. في شيء ب8 ريال؟ في ولا ما؟ ديشك الرجال قال بس في مويه، وبعدين مويه ب8 قال ب8 ريال مويه. ليه نازله من الجنه دي ولا ايش؟ اقرب بسبوس واروي عطشك الى ما لا نهايه. قال مويه ب8 ريال. يا واد ما اشتري. يقول لك نظاره حموده. انا من ايطاليا. من وين؟ ايطالي، ايطاليانو. بلينو. شوف سيد. وين شيك؟ طيب شوف هنا من ديور، هذا هدية جاني. وين ديور؟ هدية جاني. ايش هو النظارة؟ كروبة. عوافي زرادية. تصير أول مرة أشوف نص وجهه يا ولد. غرقان أنا ولا إيه؟ البينو. أليخاندرو. كاي يا عيال قتلتوني. يا حبيبي. لا إلا العورة. بارك الله فيك. التشهيبة دي ما تتصور بالنسبة للخوال. عورة ما تتصور يا رجال. ايوه حمود. انظر وين انت وياه. بالله حموده مرة. والله حمود اشترى دبابة يا بفلوس التيك توك. بيفتح بذوذ ولا ايش؟ حمود يجيب الدبابة. يوديك ما يرجعك. والله يوديك وانت ترجع وانت الصادق. الضحكة دي يا رجال تنفع نحطها في ون بيس يا رجال. جماعة تيتش وما ادري ايه عليهم ضحكات غريبة، هذه واحدة منها. والله هرجة كده. وديني يا ولد. ترى الدباب شغال. ما عيب. طماطم. دحين واحد يقول ليه قال له زرادية اسمع الضحكة انت. والله نعيم الحمود. وين حلق ثنائية ولا وين؟ فاتك هذا.
قالوا له غير وجه. كأنك ماسك زرادية قاعد تلف صامولة ولا شيء، عارف؟ ايش الضحكة دي يا رجال؟ مو زرادية. كنت جالس قلت خليني اشوف اسمي بيطلع اول ما الناس تكتب كاي في اليوتيوب او لا، فرحت كتبت كاي وفجأة اكتشفت في قناة اسمها كاي. كيف كده؟ مين ده اللي سارق اسمي؟ خشيت شفتها بنت. يا هلا والله، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله بخير، ورجعت لكم فيديو جديد. اعذروني على هاي السحبه اللي 5 ايام صار لي، لو 4 ايام ما نزلت، وشويه الصحه مو تمام. ها الله يشفيك، اكيد الله يشفيك، خذي راحتك. لا ايوه الله يشفيك، هو دعاء، بس انه سارقه اسمي كمان. خلها اشوف، لو هي قبلي بدات انا بحذف بدون مضارب، اما لو انا قبلها يا ابوي حتحذف، لو تبقى مضاربه نتضارب، ما عندي مشكله. خلينا نشوف متى اول فيديو نزلته، يعني انا قبلها القناه. طيب متى سوتها؟ خلونا نشوف. شهر 10 السنه اللي فاتت، يعني انا قبلها برضو. شكله حيقوم بيف ان ما حذفتي، مو ولا تحذف ليه ان ما غيرتي. خلي شوفي نشوف، خلينا نشوف فيديوهاتها كمان ايش بتسوي دي. تحدي للأذكياء فقط. يا هلا والله، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله بخير، ورجعت لكم فيديو جديد. فيديو اليوم عن لعبة الذكاء والألغاز وهالسوالف، الجزء الثاني. ما طول عليكم، يلا نبدأ بالفيديو. انتوا همين حلوا وياي، فخلينا نتسابق انا وياكم، اوكي؟ وخلينا نشوف من سبقكم، اني لو انتوا. بس حلو، اول 3 الغاز لو انا حليت قبلك تتنازل على الاسم، ولو انت حليتي صح اكتر مني انت تتنازل على الاسم، بس ما عندي مشكله ونخش في الدش. قرد. خذ أول حرف من كل صورة. ضباب. ايه هي ذبانة. دجاجة. سلحفاة. قندس. قدس. قاف. شنو هي؟ قاف وذال. قاف وذال. قزدس. تصير قزدس. اكو حيوان هيجي؟ ويت. الإجابة قندس. اوه اول غلط، سبحان الله، الحق ما يضيع من بدايتها. حافوز الحق ما يضيع. قندس. شلون الذبانة حولتوها نملة؟ كيفكم هو؟ مين كاتفين نملة؟ ليش كاتفين نملة على الذبانة؟ شو هالغباء هذا؟ شو معقول هاي معروفة؟ هاي ذبانة لو نملة؟ مستحيل الغباء هذا. قندس، صحيح الله حظكم وحظ ذكائكم. اللغز الأول شوية سواني أعصاب، ما أعرف ليش. يا أخي ليش تزعلوها؟ هي ما تعرف النملة لما تتطور في ون بيس وكذا برضو، يعني انتم مشوا لها آخر مرة. اللغز الثاني. الاختبار الثاني. أوجد المكرر. أبو لسان. هذا أبو لسان. قلتها قبلك، ليش تقعد تقول انت الحين؟ أبو لسان مطلع لسانه. لا تخشي مرة، لا تخشي، ها غشاشة واحدة. الإجابة سهلة كلش، لأن اللون اللي مخلينه يجذب، يعني بس هذا أحمر وهذا أحمر، فيعني. أوجد الظل. شنو هاي؟ ايش صعبة؟ مستحيل ما اقدر احلها. لا رقم 2، انا عندي رقم 2 باين وضوح الشمس. ثاني رقم 2 الظل الصحيح. شنو هاي؟ هيجي طايح حظاي. المهم وصلنا 3. المهم انا 3 انت 2، يعني اتنازلي. دحين تقول انا ما كنت اعرف انه نملة، ما عندي الاشياء دي. تتنازل ولا اقول لك خلي اديك اخر فرصة. ما عندي خلاص، عشان لا يقولوا كاي بيسوي مر قوي على بنت. وافي اخر فرصة. حيوان لا يستطيع العوم. حيوان لا يستطيع العوم. كلب، خنزير. اعتقد الكلب. اكيد الخروف. ما يعرف يعوم، ما يعرف يسبح، ما يعرف يطب المي. لو اني ذكيه زياده عن اللزوم، لو هم يعني الالغاز مالتهم مره ذكيه. طيب انا اقول لك الخنزير، لانه ما يقدر يرفع راسه اصلا، يعني الشيء معروف. الاجابه الخنزير. ويت، لا نبي. شلون الخنزير؟ لا اقول غير اسمك، بس ما راح اسلك لك المره دي. انا هزمتي وخلاص. غير اسمك، خلي اسمك كايا.
يصير يعني كاي وكايا ويعني انت عارفه وخذي لايك كمان يعني شاطره. يلا كايا شاطره. ولا تنسوا تصلوا على النبي وتدقوا زر اللايك وتفعلوا جرس التنبيهات ولا يطيح شيء. وهذه هي حلقة اليوم. يلا جي